اصحى بلح. الله 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 الله. طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبرة نحطها في الصندوق. عارفين يعني ايه ان انا اقول الصندوق ده انا بشرف عليه؟ يعني ان خدت جنيه مني يبقى لك الكلام. خلاص بقى يا بابا نواف، يعني شده وتزوم ان شاء الله. بعدين يعني ما العالم كله بيعاني من الازمه الامواليه دي. أزمة إيه؟ هي النقدويه، يعني مفيش سيوله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد قال نحن. فين الفلوس؟ الفلوس هاخدها كاش. يجيب شنطه. شنط الايه؟ شنط الفلوس ويخش. بس يجيب ايه يا فندم؟ فلوس ده الشنط. طب أنت ما تكسفش إنك تقول كده؟ ليه ما تكسف ليه؟ في حاجة غريبة جدا حصلت من شوية لازم نلفت نظر حضراتكم ليها. بلح هستقبل النهارده محمد بن زايد علشان يخرج بيه دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية. يعني شده وتزوم ان شاء الله. بعدين يعني ما العالم كله بيعاني من الازمه الامواليه دي. أزمة إيه؟ الامواليه اللي هي النقدويه. قامة الرئيس والشيخ محمد بن زايد. امبارح سياده الرئيس والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة. اليومين اللي فاتوا كان الشيخ محمد بن زايد كان ضيفا على مصر في الساحل الشمالي. اسمح لي إن أنا أرحب بيك وبالوفد المرافق ليك إلى الساحل الشمالي علشان يدشنوا المشروع. تدشين مشروع راس الحكمه. دعونا نعمل في صمت، دعونا نبيع البلد في صمت. أفهمك، في حاجة اسمها مال خاص ومال عام. كل الشكر ليك يا شيخ محمد، متشكر جدا على وجودك معانا. المال الخاص اللي هو بيتك، قهوتك، جلابيتك، شنبك. النهاردة زي ما قلت لك في لجنة مرور إماراتية برئاسة محمد بن زايد موجودة في الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية وعاملين له احتفالات. ينطلق المشروع، مشروع تنمية رأس الحكمة. المشروع ده اللي عامل قلق. خد انت حلاقة على الزيرو، خد انت سوزي الأردنية وسيبنا نبيع البلد. يعني البلد دي مش بتاعت الحكومة؟ حكومة ايه؟ مش هيفهم. يعني عامل قلق لاعداء البلد، يعني الناس اللي ما بتحبش مصر متضايقين قوي ان احنا نعمل مشروع بهذه الضخامه. الحكايه وصلت لمستوى من المستنقع ان في شهداء بيتساقطوا عشان يتم اشباع السيسي باللقطات اللي بيحبها، ويراضي بن زايد مندوب ولي النعم عشان ياخد اي فلوس. دلوقتي عبد الفتاح السيسي لو انت فاتحها للاماراتيين يدوك فيها على قد ما بتقدر تاخد. اهدى. دي مشكلتك انت. دي مشكلتك انت بتحب تاخد من الاماراتيين فيها، دي مشكلتك انت. يعني انت تفضل تسألي وتطول لسانك عليا وانا اسكت؟ ايوه. قلبه الطيب بيطمع القريب. ايه القصه بتاعت الخمسه الضباط المظليين دول؟ من 20 يوم تقريبا حصل حادث أليم في الجيش المصري. نشطاء على مواقع التواصل نشروا فيديو مؤلم للحظه سقوط ضباط والباراشوت ما فتحش. في واحد فتح. في واحد بس فتح. أمي مشاهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في منطقة رأس الحكمة حيث توقيع تفاصيل الاتفاقية. اسمع يا إبراهيم، ما تبقاش غبي. الباشا قصده إنك طبل يا ولا ما يهمكش، بس ورق قعد الإيقاع شوية يا إبراهيم. وبصرف النظر عن الحقد الإخواني الرهيب والغباء السياسي لمجموعات وقوى بتخدم الإخوان عن قصد أو عن غير قصد. ايوه كده، ايوه برافو عليك كده يا استاذ سعيد. خلوا الجيش لوحده. الجيش قايم بحاله زي الفل ومؤسسه قويه. ليه فندم؟ احنا مش هنراقبه؟ احنا مش مجلس الشعب او مجلس النواب، هو عنده لجنه امن قومي وهتراقب ميزانيه جيش وبتشوف وبتتابع. انتوا مين؟ من انتم؟ انت النهارده دشنت تدشين يدشنوا المشروع. مشروع راس الحكمه اكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر. من بكره هنبقى بشوات، هنبقى بهوات. قوم يا انت وهو، قولوا بالروح بالدم، هنشجع على الاستثمار. بعدين كده يا ما تقوم. ينطلق المشروع، مشروع تنمية رأس الحكمة. مشروع راس الحكمة اللي جاب لي عوائد نقدية كاش 35 مليار دولار. اعمل فلوس من اعمل فلوس من اي حته، بس غير ان انا انصب على حد.
او اخطف حد. ولازم ابارك للرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا جزيلا. والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات. الف مبروك. فاكرين بوحة الصباح لما قال لك انا سلخت قبل ما اذبح؟ اهو ده اللي عمله السيسي بالظبط. هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. يا الف مرحبا. عشان قبل ما يسلم الارض اللي هي مش ارضه ولا ملكه نسي يعوض ملاك الارض الاصليين. الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. هيقولوا بيتعمل ازاي؟ استراتيجيه استثماريه مع اشقائنا في دوله الامارات العربيه المتحده. امبارح تدشين هذا المشروع التنموي العملاق. بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بالله. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، واحنا ان شاء الله المفسدين. ده صحيح. اهالي راس الحكمه في عدد كبير منهم رافض يسيب ارضه وبيته ومش عايز يتنازل عنها، وعشان كده السيسي بعت لهم كامل الوزير يتفاوض معاهم. ان حد يمد ايده كده يقول لك الاراضي دي بتاعتي. لا مش بتاعتك، دي بتاعت مصر، مش بتاعتنا، مش من حق اديها لك. بلح يعني انا بقول اي كلام او يهددهم علشان يسيب الارض. الكلام ده غير مقبول، مش هنا بس، في اي حته في مصر محدش ياخد حاجه مش بتاعته. علشان يسيب الارض، هم يسيبوا الارض قبل ما يسلموها لصاحب الوصيه الجديد محمد بن شيطان. دلوقتي طبعا هو بيملك مصر وبيملك الاراضي وبيملك السواحل وبيملك رئيس الدوله وبيملك يعلي يمين من الوزراء وبيملك مصر اتجاهها السياسي داخليا وخارجيا ماشي ازاي. يعني انتوا عايزين تتدخلوا في مصر؟ ده الاراضي اللي استردناها بالصبر ودم الشهداء، عايزين ياخدوها بالطريقه ديت؟ نخلي ايه؟ بالنا من بلدنا، من بلادنا. والكلام ده كنت بقوله كتير في الاول لو تفتكروا، اقول خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من لا والله ما يحصل ابدا طول ما احنا عايشين. محدش يقدر يشتري حدود مصر. والسيسي يطلع لكم في كليه شرطه السلاح المصري بقى اللي هو اللي منزله لكم ده، اللي هو العربيه اللي من غير حد اللي عليها مدفع نص بوصه. عينينا على الانسان المصري البسيط اللي هو ظروفه صعبه. منزل للمدنيين لمواجهه المدنيين في مصر مدافع شرطه نص بوصه. انا قلت لكم مره قبل كده، يا هنحكمكم يا نقتلكم، اختاروا، يا تتحكموا يا تتقتلوا. ها صحيح؟ ايوه انا بقول لكم كده علشان يوريكم العين الحمراء. انا ممكن اضرب عليكم نار وممكن ارمي عليكم من غير ما تشوفوا حد اصلا، ويجي في الكليه الحربيه يحط لك محمد بن زايد في حفله التخرج. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة. عنده صورة يجلس فيها الشيخ محمد بن زايد يوقع على الاتفاق بينما يقف الرئيس السيسي. انت شفت صورة الرئيس وهو واقف والشيخ محمد قاعد، ومحاولة تقديم هذه الصورة وكأن مصر يعني في وضع ليس وضع يعني مطالب واحتياج، وانه وكيف هانت مصر وكل هذا الكلام الغبي. سيادة الرئيس واقف والشيخ محمد بيمضي في جدول التشريفات، دفتر التشريفات. امضي يا اشول. يا جماعه مصر اصبحت بمعنى الكلمه دوله احتلال. فطلع ان محمد بن زايد جاي وجايب الرابطه اللي معاه دي كلها، لجنه المرور اللي قلت لحضراتكم عليها، عشان يستلموا حاجتهم. احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على مشروع 170 مليون متر. يكذب براحته، لان في اعلام بيروج للكذب ده، ولان في بهايم بتصدق الكذب ده. من وجهه نظر السيسي اللي هي راس الحكمه، تم السيطره على النظام الحاكم المصري بعد ما كان الجيش هو اللي مسيطر على البلد ومحتلها، لانه الشعب اصلا خلاص يعني هو ضمن مش هيكلمكم تاني خلاص. جه واحد بقى ركب على الجيش ده متحكم فيه من بره، الصهيونيه هي اللي بتتحكم فيه 120 مليون في المية. يعني المؤتمرات اللي كان بيعملها دي خلصت بقى الليله دي، بطاطس بقى وطماطم. الراجل مش فاضيلكوا اصلا. لا امل في هذا النظام، لا امل في استمرار هذا النظام حتى يفوق الشعب. طول ما الشعب ساكت اقعد اتفرج على الجيش ده وهو بينزل ياخد ملكيتك، وبيبعت الشرطه بتاعته تاخد ملكيتك ويسلمها لولي النعم الجديد محمد بن زايد رئيس جمهوريه مصر العربيه